الشيخ محمد الموسوي يفتري على أحد مشايخ أهل السنة. هذا أمر يرجع فيه إلى كتبهم، وأنا أنقل لك يا دكتور حادثة حدثت معي في برلمان أديان العالم. هذا مؤتمر عقد قبل في سنة 1999 في شهر 12. كان في كيب تاون، مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. كان ضمن المشاركين زعيم إسلامي أو رئيس منظمة إسلامية عالمية مركزها بلد عربي كبير جدا. هذه المنظمة هي على الخط السلفي. فعندما انتهت كلمتي في المؤتمر جاء هذا الرجل وصافحني وحياني، فقلت يا فلان أنت تكفرني. قال كيف أكفرك؟ قلت أنت في منظمتك أصدرت كتابا، والكتاب عندي موجود، عندنا موجود، يذكر الفرق الإسلامية ثم يذكر الشيعة الإمامية ويقول هم كفار. فقلت كفرتني ورأيتني أنا أصلي، وهو صلى بصلاتي عندما صار وقت الصلاة، هو صلى بصلاتي أيضا وكفرني في ذلك الكتاب قبل أن يراني. فقال لا أنا لم أكفرك وأنا آسف على هذا الكتاب، ثم قال أن الكتاب لم أكتبه أنا بنفسي وأنما كتبته مجموعة من المشايخ عندنا في هذه المنظمة، وسوف أقول لهم أن يعيدوا النظر في الطبعة القادمة. إذن قضية التكفير ليست قضية مختلقة، قضية على كل حال. الشيخ قال قبل قليل أن هناك من كتب في تكفير الشيعة الاثنى عشرية ثم صلى خلفه وقال أنا كتب لي الكتاب ووضع اسمي عليه. ماذا من هو الشيخ وما هو الكتاب؟ على كل حال ممكن يكون أحد من الإخوان من هو الشيخ وما هو الكتاب؟ السؤال واضح. هو قال الشيخ كتب كفر اثنى عشرية ثم صلى خلفه الكتاب اللي وقال كتب عني عن مشايخهم اللي كتبوا لي هذا الكتاب ونسبوه إلي. عزيزي أنا لم أذكر اسم الشيخ ولو شئت ذكرت اسمه، لكن هذا الرجل مسؤول في دولة عربية كبيرة. نعم. ولا أريد أن أحرج المحطة ولا كالحق ذلك أنت وسوف أخبرك باسمه بعد ما ينفع الناس تسمع اسمه. لا بأس. تريد الكتاب؟ الكتاب والشيخ. نعم. الكتاب موسوعة الفرق والمذاهب. ما كفر الشيعة الاثنى عشرية في الموسوعة. على كل حال لو قرأته جيدا لعلمت ماذا كتب. تذكر الفرق ما كفر الشيعة الاثنى عشرية. لم تقرأ ما كتب حول الشيعة. طيب. وهو رجل اعترف بذلك واعتذر عن ذلك، قال أنا اللي كتبوه مجموعة مشايخ. لا مش بس كذا، طبعا في الموضوع الكتب على الفرق إن شاء الله ابن قاسم. لا بس نجيب البغدادي لا يكفر الشيعة الاثنى عشرية، يعتبرها كيف من علماء المسيح. طيب نحن نتكلم عن هذا على كل حال. طيب لأن موضوع أنا لا أعرف التقية. طيب. أنا أقول القاسم الوحيد المشترك بيننا وبين أنهم مسلمون، نحن نكفرهم، نحن قلنا مسلمون. وعلى فكرة بدأ من قال هذا هذه الموسوعة الميسرة التي تكلم عنها بالأمس. وقال أنهم كفرونا في الموسوعة الميسرة. هذه الموسوعة الميسرة أرسلوها إليه. يقول هنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا في من الإمامة القضية الأساسية. أين تكفيرهم؟ هو يقول أكمل تشغلهم وسموا بالاثنى عشرية لأنهم قالوا باثنى عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم، كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العام الإسلامي. ثم قال التأسيس وأبرز الشخصيات. أقرأ الكتاب كاملا؟ لا كل الفقرة هذه قرأتها كاملة. إذن لما قال الشيخ هنا لما قال كفرنا في كتابه، ثم لما جئت قلت لماذا كفرتنا قال لا أنا حملوني على هذا الكتاب. أين التكفير؟ لما قال كفرنا موجود في هذا الكتاب قلت كفرنا. أنا أقول القاسم المشترك الوحيد أننا لا نكفرهم، هذه عقيدة عندي. كذلك الموسوعة للأديان التي ذكرها وقال كفر الشيعة الاثنى عشرية، وجبنا له صورة الكتاب ولم يذكر فيه تكفير الشيعة الاثنى عشرية، ولم نسمع جوابا. ائتي بالصفحة التي فيها مدعاة. هم الذين يكفرون المسلمين. يقول نريد عقلية الحوار لا نريد عقلية الجدار. عقلية الحوار هي التي يمتنع فيها عن الإجابات. موسوعة الأديان ادعاها وأتينا بها إليه وسكت. النواصب لما سألناه عن الصحابة هل هم نواصب أو ليسوا بنواصب، وذكرنا له أقوال علمائهم أنهم نواصب. كل علمائهم القمي الطبرسي
في الاحتجاج طبرس فصل الخطاب الكليني المجلسي الجزائري البياضي محسن معن، أي سيقول الأكثرية؟ هذا الأكثرية كلهم يقولون